السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من مبتدئ الشطرنج. النهارده ان شاء الله هنتعلم تكتيك جديد معناها بالعربي الحركه الاجباريه. معنى صح ان انا اخلي اللي قدامي مجبر انه يعمل الحركه اللي انا عايزها. تعال نشوف اول مثال معانا هو اللي هيبسط التكتيك ده. في الموقف ده المفروض ده اند جيم. الموقف ده يخلص ان انا هكسب في حركتين. الابيض معاه ملك وطابيه والاسود معاه الملك بس. فانا المفروض ان انا اخلي الصف السابع ده موجود فيه الطابيه لحد الملك ما يكون في محاذاة الملك او قدام الملك بالظبط بيقابل الملك. وبعد كده اطلع بالطابية اقول له كش ملك في المربع ده او في الصف الاخير يعني، ويبقى كده كش ملك مات. الخطوه اللي جايه المفروض ان انا مثلا اقول كش ملك هنا للملك بالطابية، هيتحرك في المربع ده وهيهرب، فانا مش عايزه ان هو يتحرك على المربع او حتى يهرب للصف السابع. فمطلوب مني دلوقتي ان انا امنعه انه يجي على المربع ده او على العمود ده. اذا لو انا جبت الطابية في المربع ده هيمنع الحركة هنا، ومش هيبقى ليه غير خطوة إجبارية، وهو ده عنوان درسنا النهاردة اللي هو الخطوة الإجباري، إنه هيتحرك هنا بس. والخطوة اللي جاية إن أطلع بالطابية في المربع ده اللي هو الإي 8، ويبقى كده أنا كسبت. تعال نجرب كده مع بعض. تمام، اتحرك في المربع الإجباري اللي أنا عايز أتحرك فيه، وبعد كده أجي أقول كش ملك عادي جدا، مات. الموقف اللي بعد كده طبعا هيبين أكتر. المفروض دلوقتي في الموقف ده أكسب في 3 نقلات. الخطوات اللي عند الأبيض إن الوزير ممكن يتحرك في المربع ده أو الحصان ممكن يتحرك، إنما الطابية مقفولة ومربوطة بنين الوزير. دلوقتي المفروض إن أطلع بالطابية هنا عشان كمان أمنع الحصان يتحرك، وأنا كده مانع الطابية إنها تتحرك، فكده مش فاضل غير الوزير بس إن هو يتحرك في المربع ده، وبعد كده أكله عادي جدا بالعسكري. تعال نجرب كده مع بعض. طابية كده خلاص الوزير اتحرك في المكان اللي أنا عايزه. طبعا هاكل الوزير عادي جدا وأتحرك بحركة إجبارية تانية، وأطلع أنا بالوزير أقول كش ملك مات. تعال نشوف هنا برضو في اند جيم انا محتاج ارقي، فانا قدامي النقلات. ممكن العب الملك هنا، ممكن العب الملك هنا. تعال نجرب كده مع بعض. لو جبت الملك في المربع ده انا كده مش عارف اتحرك لا هنا ولا هنا ولا هنا، والملك دلوقتي المفروض هيبقى في موقف تعادل، لان كده احنا هنفضل نتحرك برضو في نفس المربعات دي كده وكده. انما اللعبة الصح ان انا هلعب الملك في المربع اللي هو الدي 4 هنا كده. تمام، الملك هنا اتحرك، انا عايز امنع ان هو يرجع يحمي العسكري ده. طبعا هنا مش هيعرف يتحرك هنا علشان العسكري مهدد المنطقة دي. فانا لو طلعت بيه الملك هنا كده في المربع ده اللي هو الاي 5، الملك مش هيعرف يتحرك، هيبعد عن العسكري، وبعد كده هياكل العسكري عادي جدا. هو اتحرك من المكان، فانا لو جيت في المربع ده هكون مهدد العسكري. تمام، واكون كمان مانع ان الملك يجي هنا. تمام، هو اتحرك وبيحمي العسكري. انا طبعا ما ينفعش اجي هنا، بس كمان ممكن ينفع اجي هنا وابعده حركة اجبارية انه يبعد عن العسكري. بعد، انا اكلت، هو اتحرك، ممكن اتقدم عادي جدا بالعساكر، وبعد كده اتقدم بالملك، اخلي الملك هو الاول هيتحرك عادي جدا، ياكل العسكري ما يهمنيش. خلاص رقيته جبت وزير، وبعد كده اقدر اموت عادي جدا. اخر مثال معانا الفيل الاسود ضارب الوتر ده، مانع ان الحصان يتحرك، بس في فيل الاسود بيحمي الحصان. لو انا اكلت الفيل في الحصان هيبقى الموضوع تعادل، بس انا معايا مكسب في 4 نقلات. تعال نشوف كده مع بعض حركة انتظارية بتجبر اللاعب الأسود إنه يحرك الملك، لأنه مش هيقدر يحرك الفيل والحصان لأن الحصان مربوط بالملك، وكمان الفيل بيحمي الحصان. لو أنا حركت الفيل حركة انتظارية في المربع ده، الملك بس هو اللي هيتحرك. تعال نشوف كده مع بعض. اتحرك عادي، طبعا ما اقدرش اكل كمان الحصان لأنه هو لو أكل هيبقى معايا ملك وفيل بس، ويبقى كده الموضوع تعادل. انما ممكن برضه ارجع اقول كش ملك، هيتحرك، واطلع قدام اجبره ان هو ملك ما يتحركش في المربعين دول، واجبرته ان هو يحرك الفيل بعيد عن الحصان، وبقى كده ان انا ممكن اكل الحصان عادي جدا واقول له كش ملك ويبقى مات، مش هيعرف يتحرك وكمان مكشوش. بس كده خلاص احنا خلصنا الفيديو النهارده. اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، واشوفكم في فيديوهات جايه ان شاء الله، وفي امان الله.